العرب اللي هان هم العنصريين. حرام. كنا بالملاهي هناك يجوا علينا 5 ألمان صاروا يتحرشوا بينا حتى يعني نسوي خناقة لحتى الشرطة تيجي بتشيلنا. اي دقيقة الاتفاق. تاخذ حريتك بكل شيء، يعني بيلك حق بكل شيء. طبعا انا اطول منه بس كنت نازل تحت شوي. هلا بلشوا يتعودوا علينا بعتقد يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير وصحة وسلامة. رجعت لكم فيديو جديد واليوم من عاصمة ألمانيا، من برلين، في شارع العرب. بسأل العرب هنا والمسلمين عن الحياة في ألمانيا وتجربتهم عن الحياة هنا وانطباعهم عن البلد، وهل مثلا يواجهون عنصرية أو لا كونهم عرب ومسلمين وكذا. بشوف ردود أفعالهم وإيش انطباعهم، فأتمنى الفيديو ينال إعجابكم. خلينا مع الفيديو. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. أخبارك؟ الحمد لله. من فين؟ الحمد لله. من ليبيا. ونعم 7 أنعام. الله يعز قدرك حبيبي. طيب كم صار لك في برلين؟ 5 سنين. 5 سنين. كيف الحياة هنا في برلين؟ حلوة لكن أحيانا مو حلوة هيك. ليه مو حلوة؟ في كثير مشاكل هنا. حيا ومرحبا ومسهلا. اسمك؟ ونيس محمد. ونيس ونعم ونيس. من فين؟ من عدن. يا حيا ومرحبا ومسهلا. حبيبي حبيب قلبي الله يعز قدرك. كيف امورك؟ تمام الحمد لله. واخيرا شفنا واحد يمني يعني. نحن متابعين له من زمان من قبل سنتين. حبيبي الله يسعدك. نحن في اليمن. طيب كم صار لك في برلين؟ والله لي شهر و10 ايام. شهر و10 ايام. كيف الحياة هنا حاليا؟ والله الحياة حلوة جدا 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 وحياة مريحة جدا. هذا حماس البدايات. هذه البدايات ونشوف النهايات. ايش اسمك؟ اسمي رياض. ونعم. من فين؟ أنا من دير الزور. ونعم. والنعم منك. ونعم والله. يلا حياك. الله يعز قدرك. طيب الله يسلمك. كم صار لك في المانيا؟ أنا صار لي 5 سنين. 5 سنين. 5. ما شاء الله. كلمني عن الحياة في المانيا، ايش انطباعك عن المانيا او برلين يعني؟ والله عن ألمانيا ولا عند برلين؟ برلين والمانيا بشكل عام يعني. والله ألمانيا بشكل عام زينة، بس إنه يعني إحنا كونه يعني عرب ما هنا صعبة العيشة هنا، يعني كونه إحنا شباب وجينا لحالنا هنا على ألمانيا، اللي بده يتجوز وبده يفتح بيت وهي شاية صعب عليه. ليه صعبة؟ يعني بدك أقل شيء 50,000 إذا بدك تشتغل بدك شيء 7 سنين 8 سنين يعني تجيب 50,000 عشان تتزوج. ليه؟ كم المهر هذا؟ اي المهر غالي هنا، يعني بدك 50,000 لحتى سياق إلها ولبس ظهر وذهب وبيت، بدك 50,000 وفوق. الحل عندي تتزوج في سوريا وجيب أهلها هنا. زاد بسوريا 10 بدك 10,000 بسوريا، وبدك تجي هنا بدك زاد 10,000، يعني صعب، وبدك تفتح بيت هاي نفس الشيء. يعني تهريب زاد بدها 10,000 لحتى تجيبها. ايش الحل طيب؟ الحال ان اهل البنات لازم يرحمونا شوي، يعطونا ببلاش. مو بلاش، في شرع، الشرع حدد، لكن لا تزودوها كثير. بس مو كثير لانه احنا شباب مساكين ما عندنا، والله سمع عندي ولا اللي يرى. هلا ايش اسمك؟ كريم. كريم. من فين كريم؟ سوريا. ونعم. كم صار لك في المانيا؟ 9 شهور. 9 شهور. ايوه. ايش انطباعك عن المانيا سوفا؟ كيف الحياه فيها؟ هي حلوة بس تحلى أكتر لأن أمي معي. الله يطول بعمرها. تسلم. ايش تبي تقول لامك؟ الله يخلي لي إياها وأنا بحبها كثير. تعال كفو رجال كفو. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أي والله. الله يبارك فيك. ولا نزلنا على أساس نتمشى بس ما توقعت إني أشوفك. كيف حالك يا خالة؟ الحمد لله الله يرضى عليك. الله يستر عليك. ايش اسمك؟ ها؟ ايش اسمك؟ ام مهند. ونعم ام مهند. الله الله يطول يسلمك. لنا بعمرك حفظك وما الله يحرمنا يخليك. منك ان شاء الله. ان شاء الله. نسأل الله العظيم ان يطيل عمرك ويحسن عملك. الله يسلمك، رحم الله الله والديك، يبارك بارك فيك. الله بك. والله ابتسامتك اسعدتني. الله يسلمك، رحم الله والديك. يسعدك يا رب. كم صار لك في المانيا؟ صار لي 22 سنه. 22 سنة. اي والله. ما شاء الله. إيه. طيب كيف ما اعرف ما احكي الماني. يا شيخة خلاص اهم شيء. اللغه الالمانيه صعبه علي شويه. والله صعبة حتى علي انا والله صعبة. انت شباب انت تتعلموها بس انا بالممارسة كبيره. فعلا. بالممارسه يعني الحياه. هلو، كيف الحال؟ الحمد لله. من فين؟ من اليمن. ونعم. ونعم. حبيبي. من فين من اليمن؟ من أب. يا قلبي يا قلبي يا يا قلبي. الله يسعدك. طيب كم صار لك هنا في المانيا؟ لي حوالي 12 يوم. ايش انطباعك عنها بما انه عادك جديد عن المانيا؟ ألمانيا حلوة حاليا. حالية. كيف الناس هنا الالمان؟ هل في عنصريه مثلا؟
والله الألمان بي منهم زينين وبي منهم عنصرية. الأكثر يعني الكبار هم اللي عنصريين، أما الشباب والبنات الصغار يعني زينين. الشباب بس ما في بنات. قصدي انه يعني الصغار اكيد البنات زاد بالحياه دحق اللي كثر. الله يسعدك حبيبي والله. طيب هل قد صار معك موقف عنصري من قبل؟ والله موقف عنصري من كم يوم زاد. ايش كان ممكن تذكر لك يا كنا بكوتبوس تمام، وبي هناك ملاهي مثل الملاهي. كنا بالملاهي هناك اجوا علينا 5 ألمان صاروا يتحرشوا بنا حتى يعني نسوي خناقه لحتى الشرطه تيجي بتشيلنا. لما تسوي مشكله هنا بالمانيا الشرطة أول ما تيجي بتشوف الألماني تترك الألماني تيجي عليك أنت، لأن يعرفون إحنا بنعمل مشاكل، فإحنا يعني حاولنا نبعد عنهم، والله هم اللي إجوا علينا بدهم يتضاربوا، وإحنا كلياتنا علينا كل واحد 50 قضية. كثير متقبلين الناس بالعكس يعني، وعندهم إنسانية كثير طيبة يعني. هل الشعب الألماني عنصري؟ أو أنت كعربي مسلم تواجه أي عنصرية؟ احيانا مو كثير لكن احيانا. مثلا قد صار معك موقف؟ 5 مرات. ممكن تذكر واحد من المواقف؟ هاي اول مره كنت انا بالباص، كنت قاعد انا لكن في حجه اجت وكنت بدي اقوم وفكرتني ما بدي اقوم انا وشو اسمه وثبتني. كنت تبغى تقوم لها يعني؟ ايه وقالت لي انت اطلع برا من بلدنا، انت مو هون ممنوع، عشان هيك. العرب اللي هان هم العنصريين مش الألمان. عنصريين كيف يعني؟ يعني بيستعدك طول اليوم على شغل من 12 ساعة 13 ساعة على 50 يوم. صحيح 50 يوم استغلال والله. تروح تشتغل عند واحد ألماني بشغلك 8 ساعات بحسب لك الساعة 12 13 يوم. ايه لا بالله ما بعنصريه خالص. انت شكلك ما طلعش من شارع العرب. لا بالله طالع وما بمنطقه برلين وما رحت لها. شوف هو اللي بده جاي كعنصريه راح يلاقي عنصريه هنا كثير، اما جاي بده مشان يعيش حياته كمستقبل ما يلاقي كل شيء ولا يواجه كل شيء. الله وكيلك. بحكم اني قد لك هنا يعني تقريبا 20 سنة، هل واجهت اي مواقف عنصرية مثلا؟ لا والله ما واجهت ابد. ما شاء الله. مختلطه يعني ويا هذا. اروح للجامع. انا من رواد الجوامع يعني. ما شاء الله تبارك الله. جامع السلام، جامع الرحمه. اروح للجامع واصلي واقضي وقتي بالجامع وارجع للبيت. ما في عنصرية. ما في عنصرية. حياة حلوة يعني عيش ترتاح كأنك بلدك والله. ايش هدفك في الحياة؟ ايش بتسوي؟ هدفي اني يصير رجل اعمال وحقق كل شيء بدها يا امي، لانه هي تعبت نفسها وحالها مشاني وكبرتني، فانا لازم بالمقابل. والله يا حظك فيه، يا حظك فيه، ما شاء الله، ونعم فيك. تسلم. ونعم فيك. تسلم. والله انك اسعدتني. شكرا جزيلا على وقتك. وشكرا لك كمان. الرجل هذا أثر فيني كثيرا صراحة. يعني شوفوا سبحان الله، تركيزه على تعب أمه وإنه يبى يقضيها على تعبها ويبى يجازيها على تعبها، هذا المفروض كل شاب يركز عليه، لأنه الأم تضحي تضحيات كبيرة جدا عشاننا، فإحنا ضروري إن احنا نردد التضحيات هذه بالإحسان لهم وبإن نكون ناجحين، لأنه نجاحنا بيسعدهم أكثر شيء. فشكرا جزيلا لك. شكرا لك كمان. الله يعزك يا أخي. إيش هو هدفك في الحياة؟ إيش عاد تريدي من الحياة هذه؟ اريد يعني اولادي يعيشون مرتاحين والناس يعني ترتاح هاي الحياه يعني. طيب ايش هدفك في الحياة كشاب عربي مسلم في ألمانيا؟ والله أنا ما عندي هدف بالحياة، بس عندي هدف إنه نرجع على سوريا ونعيش ببلدنا وما نخلي أحد قرب يستلموا بلدنا. هذا هو هدفنا الوحيد. ومطلبنا جميعا. ده هو يعني احنا نكون يعني بدولتنا ان شاء الله، ما في خبز احسن مما نعيش هنا وعايشين هيك. لا ضروري يكون في دولتنا، وضروري يكون في خبز، يكون في امان، ويكون في استقرار. هو هذا حقنا، هذا حقك. نعم حقنا، بس من حقك تتجوز. ايه نعم. ايش هي رسالتك كشاب عربي مسلم؟ والله كشاب انه كل واحد يهاجر من بلاده، يطيروا من البلاد، خاصة من اليمن، يهربوا من اليمن. اليمن ما فيش منها حاجة زي الناس. الله. وجه رسالتي لكل يمني يهاجر. طيب يا حبيبي، ما بقول لك كلنا الموقف مالك، عرب ما غير تقوله. ابراهيم تعال قول له الموقف. يقول لي يا اخي ايش اشكي لك قصه طويله عريضه. انت قلت لي حتكلم لنا ده فتح الجبال الروسيه، يلا اتكلم. عندما دخلنا الغابه
لقفنا البلاروس. طبعا استقبلنا استقبال بالعنف، ضرب بالله، كلب وضرب. أوف. يعني التهريب يا جماعه هذا له عواقب كبيره على فكره يعني. والله عواقب كبيره. الله لا سامح اللي يجبر الناس على هذه الطريقه يا رجال. انصح الشباب انهم لا يدخلون من بلاروس يعني. الا ذي جلده واعي للضرب يدخل. جلده حقه. امشي، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، والله يوفقك في حياتك ان شاء الله. تسلم على وقتك. لنا احنا الشباب ايش اهم نصيحه ممكن تنصحيه بها؟ صحيح يعني التربية صحيح. الصلاه، الصلاة والصيام والطريق الصحيح ورواد الجوامع يعني، وحياتكم يعني مع احترام إلكم يعني ما حد يضحك عليكم، بنات خاصة البنات يعني ما يضحكون عليكم. اي والله البنات يعني ديروا بالكم من البنات، يعني البنات طريق وعر. طريق وعر صحيح يعني، بناتنا مطلوبة بس يعني صعبة عليكم. بالحلال حلال صح. تتزوج وتخلف ان شاء الله ويصير عندك اولاد وتجيب اولادك وان شاء الله انا طيبه تجيب لي يا رب وانت في خير وعافيه يا رب. يا الله رب يكرمك. بخير في مساجد هنا كثير في المانيا. في مساجد كثير في المانيا. اي مساجد كثيره. ايش هي رسالتك كشاب عربي مسلم في المانيا؟ انا رسالتي اتذكروا دائما انه في ربنا فوق، يعني قبل ما تعمل شيء طلع فوق وطلع انه احنا ارجع لديانتك، اول شيء ارجع انك مسلم وارجع انه لحياتك، انه انا لو صار عامل شغله انه هذا محسوب عليك، انك مش محسوب عليك في الحياه، لا محسوب عندك عند ربنا يعني. في شيء غريب عن ليبيا ما يعرفوه الناس. غريب يعني بليبيا كثير ناس هيك معصبين كثير، كلهم عصبيين. بس انت هادي، ما انت عصبي. عادي، في منهم هاديين وفي منهم مو معصبين. حبيبي يلا خلاص. طبعا انا اطول منه بس كنت نازل تحت شوي. الله يعز قدرك، شكرا جزيلا على وقتك. تسلم حبيبي. ايش اجمل شيء يميز المانيا؟ اكثر شيء يميز المانيا او عجبك في المانيا؟ الطبيعه، والطبيعه حلوه. طبيعه حلوه جدا صراحه. شكرا جزيلا على وقتك. ايش اكثر شيء يميز برلين؟ العرب، شارع العرب. شارع العرب والله. بالنسبه لنا على فكره هذا شارع العرب مره كبير، يعني في كم محلات؟ 1000 محل او اكثر. هذا الشارع كله عرب. هم تحس انك في المانيا على الوضع هون كله. والله هنا ما تحس في المانيا اطلاقا. كمطاعم كافيهات كله العرب مستني ما شاء الله. اي كله. الله عز قدرك. تسلم على وقتك حبيبي ونعم فيك. إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. طبعا وأنا قاعد أصور سويت مقابلة مع شخص فكان لابس القلادة هذه، فقلت له والله أنها حلوة، قال لي والله تأخذها، فمرة شكرا له، وهي أيضا غالية جدا على قلبي. أتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم. إذا عندكم أي أفكار لفيديوهات تريدوا أسويها ممكن تكتبوا تحت في التعليقات. ألقاكم في فيديو آخر من عاصمة برلين. تحياتي.